السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قناة رؤية ومعلومة. موضوع النهاردة القنوات الناقلة والقواعد وكل ما تريد معرفته عن كرة دوري أبطال أوروبا لدور الستاشر. تترقب جماهير وعشاق كرة القدم من جميع أنحاء العالم مراسم كرة دور الستاشر من بطولة دوري أبطال أوروبا ظهر يوم الاثنين في مدينة نيون السويسرية. وتقام القرعة في الساعة 1 ظهرا بتوقيت القاهرة يوم الاثنين في نيون بسويسرا. ما هي الفرق المشاركة في دور الستاشر؟ الفرق المتصدرة للمجموعات: بايرن ميونخ وبنفيكا، تشيلسي، مانشستر سيتي، نابولي، بورتو، ريال مدريد، توتنهام. وصيف المجموعة: كلوب بروج، بروسيا دورتموند، انترلاخت فرانكفورت، انتر ميلان، ليرنينج، ليفربول، ميلان، باريس سان جيرمان. ما هي قواعد القرعة؟ 1. تواجه الأندية التي تصدرت مجموعتها واحتلت المركز الأول الأندية التي احتلت الوصافة. لا يمكن 2. لا يمكن أن يواجه فريق تصدر مجموعته الفريق الذي احتل مركز الوصافة في مجموعته. 3. يعتمد نظام القرعة على عدم مواجهة أندية من نفس الدولة في تلك الجولة. 4. تلعب الأندية التي تصدرت مجموعتها مباراة الذهاب في دور الستاشر خارج أرضها على أن تكون مباراة الإياب على أرضها. ما هو موعد مباراة دور الستاشر؟ تقام مباراة الذهاب في دور الستاشر أيام 22 21 وخمستاشر وأربعتاشر فبراير 2023 المقبل، على أن تلعب مباريات الإياب أيام 15 وأربعتاشر وتمانية وسبعة مارس 2023 المقبل. ما هي القنوات الناقلة للقرعة؟ سيتم إذاعة القرعة الدور الستاشر من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا عبر القناة الإخبارية المفتوحة لشبكات قنوات بي إن سبورت الرياضية. كما سيتم بث القرعة من خلال القناة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا عبر يوتيوب. من يواجه صلاح؟ احتل فريق ليفربول المركز الثاني في المجموعة الأولى بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وهذا يعني أنه سيقابل أحد الأندية التي تصدرت مجموعاتهم باستثناء الأندية الإنجليزية وفقا لقواعد القرعة. وستصبح خيارات فريق ليفربول ضئيلة حيث أمامه 4 فرق محتملة فقط في قرعة دور الستاشر، وهي بايرن ميونخ وبنفيكا وبورتو وريال مدريد. وبكده يكون انتهى الخبر. أتمنى أن ينال إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.